وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي خلق فسوى وجعلنا من المسلمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى أصحابه الفضلاء العظماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، يأتيكم هذا البرنامج في شرف العربية من قناة السلام الفضائية، مواصلة للحلقة السابقة عن اللغة العربية في الأندلس. في هذه الحلقة نتناول الأدب العربي في العصر الأندلسي. أولاً، الشعر العربي في الأندلس. قام علماء التاريخ العربي بتقسيم الأدب والعلوم الإنسانية في الأندلس إلى قسمين أو فترتين. فترة سميت بفترة المد، وهي تلك الفترة التي بدأت بالفتح واستمرت حتى عصر ملوك الطوائف، وهم الحكام أو الأمراء الذين حكموا الأندلس وكانوا من المشرق أو ربما من الأندلس نفسها. والفترة الثانية هي فترة الجزر، وهي تلك الفترة التي قامت فيها الأندلس بحكم دول أخرى من شمال أفريقيا، وتعد هذه الفترة أكثر تمييزاً عن الأولى. وبدأ في ذلك الوقت يظهر العديد من الأدباء والشعراء في الأندلس. فنون الشعر الأندلسي، فنون الشعر العربي في الأندلس. ولقد نظم الأندلسيون الشعر في الأقراض التقليدية، وهي الأقراض التي نظم بها الشعراء في العصر الجاهلي، ثم بعد ذلك في العصور التي تلت هذا العصر، كالغزل والتصوف والزهد والمدح والهجاء والرثاء. وقد قاموا بتطوير موضوع الرثاء، حيث أوجدوا رثاء المدن والمماليك. هذا التطوير لفن الرثاء، رثاء المدن والممالك الزائلة. وتأثروا بأحداث العصر السياسية فنظموا الشعر الاستغاثة، وتوسعوا في وصف الطبيعة الأندلسية، واستحدثوا فن الموشحات والأزيال مع احتفاظهم بالأقراض التقليدية، إلا أنهم أنشأوا هذه الأقراض الجديدة، وهي رثاء المدن والممالك الزائلة، وشعر الاستغاثة، وشعر وصف البيئة أو الطبيعة. شعر الطبيعة في العصر الأندلس. للطبيعة صدى واسع في حياة العربي في مشرقه ومغربه، فهي مؤثرة في ثقافته وفكره. وللأندلس طبيعة وافرة الجمال، كل ذلك له أثره. وهذا ولا شك ما جعل الشعراء الأندلسيين يتحسسون الطبيعة الساحرة الحية الجميلة. يعني هذا الشاعر يتفاعل مع هذه الطبيعة الساحرة الجميلة، وكذلك تقريد طيورها وبجبالها وسهولها الجميلة الخضراء. وهذه الصورة على العموم تأخذ عطرها وعبقها وملامحها وألوانها من الطبيعة، فهي أقرب إلى لوحة فنية ناطقة. وهذا ما جعل الأندلسيون متفوقين في شعر الطبيعة على المشارق، لأن معطيات الطبيعة في البيئتين مختلفة. يقول الشاعر الأندلسي ابن خفاجة، وهو من الشعراء الفحول في هذا العصر، يقول وهو يصف أندلس: يا أهل أندلس لله دركم، ماء وظل وأنهار وأشجار، ما جنة الخلد إلا في دياركم، ولو تخيرت هذا كنت أختار، لا تتقوا بعدها أن تدخلوا سقرا، فليس تدخل بعد الجنة النار. الخروج من الجنة الذي قصد منه في هذه القصيدة هذا الشاعر ابن خفاجة عبارة طالما ترددت
على ألسنة شعراء الأندلس، وهم يقصدون بالخروج إخراج سكان البلاد الأصليين الأسبان للمسلمين في سقوط الأندلس، أي الجنة التي هي عندهم قطعة من جنة الله في أرضه، وكانت تسمى الفردوس المفقود. وهذه الأبيات الرائعة للشاعر الكبير عبد الجبار في وصف بركة من الماء في أحد قصور، وقد حوت على تماثيل لأسود تغزف الماء من أفواهها، ولعل لفن النغش والنحت والزخرفة الذي كان سائدا آنذاك أثر كبير في جمال هذه الصورة التي رسمها الشاعر بكل براعة. يقول الشاعر: واعمر بقصر الملك ناديك الذي أدحى بمجدك بيته معمورة، قصر لو أنك قد كحلت بنوره أعمى لعاد إلى المقام بصيرة، واشتق من معنى الحياة نسيمه ويكاد يحدث للعظام نشورة، ولو أن بالألوان قوبل حسنه ما كان شيء عنده مذكورا، ودراقم سكنت عرين رئاسة تركت خرير الماء فيه زئيرة. هكذا يصور هذه التماثيل التي كانت في هذا القصر وهي تغذف الماء، وسماها دراقم سكنت عرين رئاسة تركت خرير الماء فيه زئيرة. فأخذ هذا الوصف وصف الطبيعة التي عاشها في هذا القصر. وقد كان والغزل شعر الغزل وقد كان الغزل من أبرز الفنون التقليدية يستهل ويبدأ به الشعراء سابقا في الجاهلية في قصائدهم، أو يأتون به مستقلا، وبحكم الجوار أولا ولكثرة السبايا ثانيا شاع التغزل بالنصرانيات، وكثر ذكر الصلبان والرهبان والنساك، وكما أن الشعراء جعلوا المرأة صورة من محاسن الطبيعة. شعر الاستغاثة وهو الفن الثالث، ويقوم على استنهاض عظائم ملوك المغرب والمسلمين لنجدة إخوانهم في الأندلس أو التصدي للاجتياح الأسباني. وقد أورد المقري التلمساني في نفح الطيب قصيدة ابن الأبار التي استغاث فيها بسلطان تونس أبي زكريا الحفصي، ويقول في مطلعها: أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى منجاته درس، وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. هذا يسمى الاستغاثة أو استنهاد عظائم ملوك المغرب والمسلمين لنجدة إخوانهم. والفن الرابع الشعر المدحي، وقد حافظ الشعراء في المدح على الأسلوب القديم، فاعتنوا بالاستهلال وحسن التخلص، وربما بدأوا قصائدهم بوصف الخمر أو الطبيعة، وكذلك لم يغرقوا في استعمال الغريب من اللفظ، ما عدا ابن هاني الذي حاول تغليد المتنبي. شعر الرثاء، لم يختلف رثاء الأندلسيين كثيرا عن رثاء المشارقة، فكانوا يتفجعون على الميت ويعظمون المصيبة، وكثيرا ما كانوا يبدأون بالحكمة، صنيع الشاعر الأندلسي الكبير ابن عبد ربه. وأما أبرز شعراء العرب في العصر الأندلسي، وأبرز شعراء العرب الذين ألفوا العديد من القصائد هم أبو حيان الأندلسي، وأبو إسحاق الإلبيري، وابن الزقاق البلنسي، وابن خفاجة، وابن دراج القسطلي، وابن نبات المصري، وابن هاني الأندلسي، وابن حميد ياسين السقلي، وابن زيدون، وابن عبد ربه، وغيرهم كثير. هذه نماذج من الشعراء الذين كان لهم إنتاجا أو نتاجا أدبيا من شعر في العصر الأندلسي.
وبعد هذا كله سقطت الأندلس بعد 400 عام. قصة سقوط الأندلس قصة مؤلمة جدا، تؤلمنا أحداثها وتؤلمنا أرواح الأعداد الهائلة من الشهداء الذين سقطوا على أرضها، وتؤلمنا النساء اللواتي انتهكت أعراضهن، ويؤلمنا الخونة الذين خانوا أمتهم من بني جلدتنا، ويؤلمنا أننا فقدنا بفقدها تاريخا عريقا ومجدا تليدا، ونحن نعلم أن هذا المجد وذاك التاريخ قد انتهى وضاع، وصارت الأندلس الفردوس المفقود. إن تاريخ الأندلس بصفحاته الطويلة تظهر فيه سنن الله في النصر والهزيمة والقيام والسقوط جلية واضحة، وفيه من الدروس والعبر الكثير، ويمكن إجمال أهم سنن سقوط الأندلس فيما يلي: أولا، حب الدنيا وكراهية الموت، الذنوب والمعاصي التي اقترفوها، توحد الأعداء وتمزق المسلمين سفا وقلوبا، التقاعس والتقاعد عن فريضة الجهاد في سبيل الله لحماية الثقور وحماية الناس، سنة الاعتزاز بغير الله وموالاة اليهود والنصارى، إسناد الأمر إلى غير أهله، الجهل بالدين والتربية على غير مبادئه. وهذه السنن موجودة الآن في مجتمعاتنا المسلمة في دولنا المسلمة التي فقدناها. وشعر رثاء المدن والممالك. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفدائية. شعر رثاء المدن والممالك الزائلة. عندما سقطت الأندلس بكاها الشاعر الأندلسي الكبير أبو البقاء الرندي بكاء مرا فيما أصاب بلاد الأندلس من فجيعة في فقدان عزهم وكرامتهم. سطر ذلك في قصيدة مبكية محزنة وفي تأسف شديد لما حل ببلاد الأندلس وأهلها. يقول الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان، أين الملوك ذوي التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، أين ما ساسه في الفرس ساسان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، دها الجزيرة أمر لا عداء له، هوى له أحد وانهد ثهلان، أصابها العين في الإسلام فارتزأت، حتى خلت منه أقطار وبلدان، فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وملآن، قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الإلف هيمان، على ديار من الإسلام خالية، قد أغفرت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان،
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يرضان. هذه القصيدة المحزنة المبكية جسد فيها حال سقوط الأندلس وما آل بها من خراب وتغيير في المساجد ومن المآذن إلى الصلبان وتحويل المساجد إلى كنائس. هذا كله حصل بعد سقوط الأندلس بعدما عاشت سنين طويلة في ظل الإسلام، وانتهى اسمها حتى الآن رجع الاسم الأصلي بما يسمى أسبانيا. ومن الأدب العربي النثر العربي في الأندلس. النثر العربي في الأندلس، فنون النثر تعددت فنون النثر العربي في الأندلس، فتناول الأندلسيين ما كان معروفا في المشرق من خطب ورسائل ومناظرات ومقامات، وزادوا عليها بعدما أملته ظروف حياتهم وبيئاتهم، وقد شاع فيهم تصنيف كتب برامج العلماء التي تضمنت ذكر شيوخهم ومروياتهم وإجازاتهم، وكان للكتاب مزية الجمع بين الشعر والنثر والإجازة فيه. الخطابة. كانت الخطابة وليدة الفتح، فقد استدعت الغزوات التي قام بها المسلمون قيام الخطباء باستنهاض الهمم، قيام الخطباء باستنهاض الهمم وإزكاء روح الحماسة للجهاد في سبيل الله. ولما تمزقت البلاد واستحالت إلى دويلات كثيرة واستعان بعض أصحابها بالأعداء، كان الخطباء يقفون في المحافل العامة للدعوة إلى لم الشمل وترك التناحر. ومنذ عصر المرابطين حتى آخر أيام المسلمين في الأندلس ظهرت الخطب المنمقة، ومنها التي تتضمن التورية بأسماء القرآن الكريم، كما في خطبة للقاضي عياض رحمه الله التي يقول فيها: الحمد لله الذي افتتح بالحمد كلامه، وبين في سورة البقرة أحكامه، ومد في آل عمران والنساء مائدة الإنعام ليتم أنعامه. الرسالة. كانت الرسالة في القرن الأول من الفتح ذات أقراض محددة أملتها ظروف العصر، وكان لا يلتزم فيها سجع ولا تورية. ثم حظيت كتابة الرسائل بكتاب معظمهم من فرسان الشعر استطاعوا بما أوتوا من موهبة شعرية وذوق أدبي أن يرتقوا بأساليب التعبير وأن يعالجوا شتى الموضوعات، فظهرت الرسائل المتنوعة ومنها الديوانية والإخوانية. فمن الرسائل الديوانية رسالة أبي حفص أحمد بن برت المعروف بالأصغر تمييزا له من جده الأكبر، من كتاب ديوان الإنشاء في دولة العامريين، وقد وجهها لقوم طلبوا الأمانة من مولاه، واستخدم فيها الأسلوب الذي يخيف بالكلمة المشبعة بالوعيد. ومن الرسائل الإخوانية رسالة ابن زيدون الهزلية والجدية، ورسالة لسان الدين ابن الخطيب إلى صديقه ابن خلدون في الشوق إليه، وقد شاع استعمال لفظ كتاب عوضا عن الرسالة، كما ورد في رسالة جوابية كتبها ابن عبد البر إلى أحد إخوانه يعبر فيها عن مدى إعجابه بأدبه. هذه من النثر العربي الذي كان موجودا في الأندلس. ومنها كذلك المناظرة، وهي فن يهدف الكاتب فيه إلى إظهار مقدرته البيانية وبراعته الأسلوبية، وهي نوعان: خيالية وغير خيالية. فمن المناظرات الخيالية مناظرة بين السيف والقلم
لابن برد الأصغر، وقد رمز بالسيف لرجال الجيش وبالقلم لأرباب الفكر، ثم أجرى الحوار بينهما وانتهى فيه إلى ضرورة العدل في المعاملة بين الطائفتين. ومن المناظرات غير الخيالية ما تجري فيه المناظرة بين مدن الأندلس ومدن المغرب كمفاخرات ملقا وسلا للسان الدين ابن الخطيب. وكانت ملقا أيام الدولة الإسلامية من أعظم الثغور الأندلسية، أما سلا فهي مدينة رومانية قديمة في أقصى المغرب، وقد فضل الكاتب ملقا. وأما الفن الرابع من فنون النثر العربي في العصر الأندلسي المقامة، وهي نوع من النثر الفني نشأ في المشرق على يد بديع الزمان الهمذاني، ثم حذوه الحريري. وفي الأندلس عارض أبو طاهر محمد التميمي السرقسطي مقامات الحريري 50 بكتاب 50 مقامة اللزومية، وهي المعروفة بالمقامات السرقسطية. وقد كتب أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأزدي مقام العيد التي استجدى فيها أضحية العيد من حاكم ملقا الرئيس أبي سعيد فرج بن نصر. كما ألف لسان الدين بن الخطيب مقامات كثيرة، منها مقامة في السياسة، وقد بناها على حوار بين بطلين هما الخليفة هارون الرشيد وحكيم فارس الأصلي العربي للسان، وقد تضمنت آراءه وتجاربه الشخصية فيما ينبغي أن تكون عليه سياسة الحكم. وأخيرا أعلام الكتاب. ظهر عدد كبير من الكتاب في هذا العصر، ومنهم أبو عبد الله محمد بن الحسن الطوبي كاتب الإنشاء، كان له شعر في الغزل والزهد، لكن النثر غلب عليه. وصفه العماد الأسبهاني بقوله إمام البلغاء في زمانه. ثانيا أبو حفص عمرو بن حسن النحوي، كان إماما من أئمة النحو، استشهد به وبآرائه ابن منظور الإفريقي صاحب معجم لسان العرب. ثالثا ابن البر محمد ابن علي ابن الحسن التميمي، من أعلام القرن الخامس، ولد في صقلية وارتحل في طلب العلم إلى المشرق، فنزل مصر وأفاد من الهروي وابن باشاد النحوي، وصار إماما في علوم اللغة والآداب. لما عاد إلى صقلية استقر بمدينة مزارة ثم في مدينة بليرم، وسماها العرب بلرم بهذا الاسم، تغيرت في هذا العصر. رابعا أبو حفص عمرو بن خلف، وهو ابن مكي الصقلي أي من المدينة الصقلية، المتوفى سنة 501، ولد في صقلية ثم هاجر إلى تونس فولي القضاء بها سنة 460. كان شاعرا مجودا، نظم في آداب المجلس والصداقة، وتقلب على أشعاره معاني الوعظ والإرشاد والحكمة. وكان كاتبا بليغا اشتهر بتبحره في اللغة. صنف كتاب تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، وجعله في 50 بابا، جمع فيه ما يصحف الناس من ألفاظهم وما يغلط فيه أهل الفقه والحديث، وأضاف أبوابا مستطرفة ونتفا مستملحة. وقد نقد المقنين لأنهم كانوا يحرصون على أداء النغم ويحرفون النص، ومقصد الكتاب في أعماقه رد اللغة العربية
إلى الفصحى وعدم إقرار المحلية، وقد كانت الصقلية ملتقى شعوب وليست وطنا لشعب واحد. هكذا كان دور الأدب في العصر الأندلسي من شعر ونثر، وكان نتاج كبير في الأدب العربي. وفي الختام استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي